المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريتريا. نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إدارة مديرية كرن تقيم أعمالها السنوية. دورة تأهيلية حول أعمال صيد وتحضير أغذية الأسماك. تنفيذ عدد من البرامج لتعزيز وعي الطلاب السياسي والتعطيري. رفع مستوى التأهب الأمني في فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ. العراق يسعى لإعفاء من عقوبات أمريكا على إيران. الإفراج عن المدير المالي لشركة هواوي بكفالة. أهلا بكم. نظمت إدارة مديرية كرن في 7 ديسمبر الجاري في حاضرة المديرية مدينة كرن تقييما شاملا فيما يتعلق بأنشطتها السنوية لعام 2018. وقدم مدير المديرية سيد زرزقي داوود تقريرا مفصلا أوضح فيه تنفيذ أنشطة ناجحة في العام 2018 تمثلت في الأنشطة التنموية وصيانة الطرق الكبيرة التي امتلأت وجرفت بالسيول. وأشار في الوقت ذاته إلى الأنشطة التي سيرت هذا العام لتقوية العملية التعليمية ومتابعة المرافق الخدمية والأسواق وحفظ نظافة المدينة وجمع ضريبة العقارات والمواشي، مشيدا بالمشاركة الشعبية الفعالة. وشهدت الأنشطة النفيرية الفعالة التي سيرت في ذات العام بناء أكثر من 30,000 متر مكعب من الحواجز المائية و45,000 متر من المدرجات وغرس 34,000 شتلة من السيزال وأشجار أخرى. كما جرت صيانة طريقي واليكو وكرن أفعبت، وكذلك صيانة خطوط المياه التي كانت خارج إطار العمل، وتوزيع أراضي الملكية في منطقة شنارة، ووضع خطة عمل في منطقتي بامبي وتتري ووصولها إلى مستوى التوزيع، مشيرا إلى بدء تحسين خطوط مدينة كرن عبر مراحل. وأن بناء حواجز السيول وانجراف الأراضي على جوانب الطرق في الأماكن الهامة بالمدينة من البرامج المستقبلية. وقدم المشاركون بدورهم آراء وتوصيات بناء أهمها منع القاصرين الناشطين في الأعمال التجارية تاركين مائدة التعليم وتدريس الأمهات اللائي لم يمحين أميتهن، وتوزيع فاتورة المياه في أوانها، وبناء سد جوفي في وادي عنسبة لإثراء نسبة المياه الجوفية، وغيرها من الآراء والتوصيات. في الختام دعا مدير المديرية سيد زرزقي داوود المواطنين لتعزيز مشاركتهم في البرامج التنموية الجارية كعهدهم، باعتبار أن نسائم السلام المباشرة تدعو إلى المزيد من العمل. في إطار الجهود والمساعي التي يبذلها فرع الثروة البحرية في إقليم القشبركة لنشر وتوسيع تنمية الأسماك في المياه العذبة، نظمت دورة تأهيلية ل40 شخصا تركزت حول توسيع عمليات الصيد والحفاظ وتحضير الغذاء السمكي. وأشار مسؤول الفرع بالإقليم الشاب مكنن قرماي إلى أن الدورة هي استمرار للسيمينار المقدم مسبقا فيما يتعلق بالاستفادة العالية من الأسماك وفوائدها في المياه العذبة، ويهدف إلى خلق خيارات الغذاء لسكان إدارات الضواحي بالاستفادة من الأسماك النامية في السدود المنتشرة في بيئاتهم وتعزيز الدخل الاقتصادي. وأوضح الشاب مكنن بأن الفرع يقوم بمتابعة لازمة للأسماك ذات الأنواع الأربعة التي تنمي في سدود قرصة وكركبة وفانكراو وفانكصوم وبادميت ومقل وعلى قدر وصليم قلاي وعد ملل، ويعمل بجدية لتفعيلها في مصلحة المجتمع. بدورهم قال المحاضرون على الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا إنها نظمت مقسمة على جزئين، وتشمل على عملية الصيد للجنسين السيدات والرجال وحفظ وتحضير الغذاء. من جانبهم ذكر الدارسون أهمية السدود في حياتهم والفوائد الجمة التي يجنون منها، وكذلك مساعدتها لهم لتحويل محتويات الأسماك المزروعة في المياه العذبة، مناشدين استمراريتها بشكل جيد. أعلن في اللقاء الذي نظم لطلاب مدرسة وردات الثانوية عن تسيير برامج متنوعة لتعزيز مساهمة الطلاب والشباب في البرامج التنموية بتقوية تأطيرهم ورفع وعيهم السياسي إلى جانب تعليمهم الأكاديمي.
وأشار مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بأقليم الغاشبركا سيد ماريقوس غرماسيون إلى أن من أهم أهداف الاتحاد هو العمل لرفع الوعي وتنشئة شاب متسلح بالمعرفة العلمية والمهنية في كل المناحي، موضحا بأن البرامج الهادفة إلى تنشئة الشباب ظلت تحقق نتائج ملموسة. وأفاد عن منح الأولوية لترسيخ تأطير قوي حيث تنتشر فعاليات تأطيرية موسعة حتى مستوى إدارات الضواحي لمزيد من الفعالية. وأشار سيد ماريقوس إلى البرامج التأطيرية والتوعوية الموجهة إلى الشباب والطلاب التي ظلت تلعب دورا رائدا في تعزيز فهمهم ومعارفهم في الأوضاع المحلية والعالمية، مناشدا الشباب والطلاب لتعزيز تأطيرهم وأن يكونوا مؤثرين إيجابيين في بيئتهم. ذكر قائد شرطة إقليم عنسب العقيد لبسو تسفى مكائيل المجتمع للتحرر من المعتقدات والعادات المتخلفة والضارة والعمل بقوة للحفاظ على قيمه. وشدد العقيد لبسو في السمينار الذي عقده لطلاب مدرسة عمر إزاز المتوسطة والثانوية والشعب بحلحل، شدد خلالها على محاربة المعتقدات المتخلفة والعادات الضارة التي تعرقل تقدمنا على المستوى الشعبي والوطني. وقال العقيد إن الشباب هم العمود الفقري للتطور الاقتصادي الوطني، موصيا الشباب للمنافسة القوية والارتقاء إلى أعلى المراقب بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم. من جهته دعا مسؤول مكافحة الجرائم بشرطة الإقليم الرائد حيل براخي المواطنين، دعاهم لتعزيز متابعته وتعاونهم مع الشرطة ونبذ ظواهر الجرائم والمخالفات، باعتبار أن الحفاظ على أمن وحماية البيئة لا تتم إلا بمشاركة شعبية واسعة، وكذلك متابعة وعي المواطنين العالية، منوها بأن خلق وتنشئة شاب ذو رؤية بعيدة المدى ونظرة ثاقبة من مهام ودور كافة أفراد المجتمع. وأوضح عن إنشاء 226 شرطة أهلية في الإقليم، ونتيجة لذلك تم حل 216 من قضايا الشعب بالصلح، و11 أحيلت إلى الشرطة و12 إلى المحاكم الأهلية. وناشد المشاركون القيام بالمتابعة المتشددة للمركبات والباصات العامة والحد من ظواهر المعتقدات النادرة. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المناطق بمبلغ 190,000 دولار و204,000 نعفة لرعاية أسر الشهداء. وتوضح المعلومات الواردة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي بأن الإريتريين المقيمين في المملكة العربية السعودية تبرعوا ب 187,300 دولار، فيما تبرع أعضاء جمعية عوت للباصات ب 180,000 نعفة، وطلاب مدرسة حلايا الثانوية ب 24,000 نعفة. مشاهدينا، نشرتنا ما زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أعلنت فرنسا رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد بعد هجوم مدينة ستراسبورغ الذي قتل فيه 3 أشخاص وأصيب فيه 12 آخرين، ووفقا للشرطة التي أكدت فرار مطلق النار. وفيما تم إغلاق مقر البرلمان الأوروبي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بأن فرنسا رفعت مستوى التهديد الأمني وستعزز الإجراءات الأمنية في جميع أسواق عيد الميلاد، وستشدد الرقابة على الحدود. وبين وزير الداخلية الفرنسي أن مطلق النار في ستراسبورغ معروف لدى الأجهزة الأمنية بنشاطه الإجرامي، ويبلغ من العمر 29 عاما، ومدرج في قائمة إس التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن فرنسا. وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لمواجهة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.
قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة سعيا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز من طهران. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي إن موضوع الغاز يتعلق بأمر حساس وهو الكهرباء، والجانب الأمريكي يتفهم هذا الوضع ويحاول التعامل مع العراق لإيجاد طرق تجنب الضغط على العراق. وتسعى بغداد للحصول على موافقة أمريكية للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق. وشكلت قيم البضائع الإيرانية المصدرة للعراق خلال فترة 12 شهرا التي انتهت في مارس نحو 6 مليارات دولار، أي ما يعادل 15% من مجمل ما استورده العراق في عام 2017. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات متزايدة جراء العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران. قضت محكمة كندية بإطلاق سراح مينغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات الصينية بكفالة. وتواجه مينغ وان تشو وهي ابنة مؤسس شركة هواوي احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتزوير مرتبطة بانتهاك مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن أن يتدخل في القضية إذا كان ذلك سيساعد على تجنب التأثير سلبا على العلاقات الأمريكية الصينية. وبلغت قيمة الكفالة التي حددها القاضي في محكمة في فانكوفر للإفراج المشروط على عنوان تشو نحو 7.4 مليون دولار أمريكي. وألقي القبض على وان تشو السبت في مطار فانكوفر بناء على طلب من السلطات الأمريكية، الأمر الذي أغضب الصين التي طالبت كندا بالإفراج عنها وهددتها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تقوم بذلك. ونفت مانغ ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستطعن في المزاعم. قال علماء إن مركبة الفضاء أوزيريس ريكس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا اكتشفت مكونات للمياه على كويكب قريب نسبيا صخري في حجم ناطحة السحاب قد يقدم أدلة على أصول نشأة الحياة على الأرض. وعثرت المركبة أوزيريس ريكس التي حلقت الأسبوع الماضي على بعد 19 كيلومتر من الكويكب بينو الذي يبعد نحو 2.25 مليون كيلومتر عن الأرض على آثار لجزيئات الهيدروجين والأكسجين، وهي جزء من سطح الكويكب الصخري. وتم إطلاق المسبار في مهمة جلب عينات من الكويكب إلى الأرض لدراستها في عام 2016. ويدور الكويكب بينو والذي يبلغ عرضه 500 متر تقريبا حول الشمس على مسافة مماثلة تقريبا للمسافة بين الأرض والشمس. وهناك مخاوف لدى العلماء بخصوص احتمال اصطدام الكويكب بينو بالأرض في أواخر القرن 22. بهذا الخبر الرياضي مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.